باباي ضرب المكبس الهيدروليكي ببوكس واحد وكسره، وحتى البندول ما قدرش يقاوم قوته، ولا حتى مكبس وزنه 10 أطنان قدر يوقفه. من شوية وأوليفر كان بيلحم جسم الصاروخ، بالغلط اتقفل عليه جواه، ولما باباي عرف جري عشان ينقذه، بس لودو كان عايز ياخد الفضل لنفسه، فمسك باباي بخطاف وسحبه وراه. لودو حاول يستخدم القوة عشان يطلع أوليفر، ولما فشل مسك مطرقة كبيرة وضرب بيها جسم الصاروخ، وكان هيموت أوليفر بالعافية. بس لحسن الحظ باباي وصل في آخر لحظة وقطع جسم الصاروخ بالمنشار وقدر ينقذ أوليفر. الغيرة خلت لودو يرمي خطاف حديد على باباي، بس بالغلط خبط أوليفر اللي فقد الوعي ووقع على خط الإنتاج. ولما المكبس الهيدروليكي كان هيهرسه، أوليفر نجا بصعوبة. أول ما باباي فاق وشاف أوليفر في خطر، جري بسرعة عشان يطفي الماكينة، لكن لودو ضربه بوكس جامد ووقعه بعيد. في الوقت ده أوليفر كان ماشي ناحية الفرن، وباباي جري عشان ينقذه، لكن لودو سكب عليه حديد مصهور حرارته 1000 درجة. باباي اتزنق وسط الحديد، لكن من كتر الغضب أكل سبانخ واتقوى أكتر وخرج من المصيدة. لودو وهو يائس رمى كومة بلوكات حديد على باباي، لكن باباي استخدمهم بذكاء وحولهم لدبابة وضرب لودو بوكس طيره بعيد. وفي النهاية أوليفر اتشال من خط الإنتاج بسلام، وبسبب إنقاذ باباي اللي كان فيه مخاطرة، أوليفر فرح واتحمس وباسه، بس البوسة كانت قوية لدرجة إن باباي اتخبط ووقع هو كمان في خط الإنتاج.